يعني حسن حمدي كانت بتربطني بيه علاقه مفيش بعد كده، حتى وهو مدير كوره. حتى وهو مدير كوره. طب ايه اللي بوظ العلاقه دي؟ مفيش علاقه بايظه. امال ايه؟ هل انا لو بقيت مسؤول في النادي الاهلي وانا جيت قدامك كده واتكلمت يا كابتن هقول نفس الكلام. هل انت وهناك فرق. ايوه، في هناك فرق ما بين واحد بيستفاد من النادي الاهلي فما يقدرش يتكلم، واحد موظف، واحد ماسك جريده، واحد مدير، واحد مدير تسويق، واحد مش عارف ايه، ما يقدرش يتكلم، واحد مدرب ما يقدرش يفتح بقه. اللي يفتح بقه يبقى في الشارع. لكن انا ماليش مصلحه يا كابتن عزمي الا النادي الاهلي يبقى من احسن الانديه في العالم. هقول لك حاجه، انا كتبت من اسبوعين ان التسويق في النادي الاهلي فاشل. ليه فاشل؟ اشترى مين وكلفوا النادي الاهلي كام وباعوا بكام؟ انت بتحسب التسويق على اي اساس؟ يعني انت بتترحم على ايام صالح سليم يا كابتن؟ طبعا. صالح سليم يا خبر اسود، هذا الرجل لن يتكرر في تاريخ النادي الاهلي ولا في تاريخ مصر. هناك فرق بين اي حد ايا كان هو مين وبين صالح سليم. شايف ان الكابتن حسن حمدي لا 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 صالح سليم موضوع تاني. صالح سليم لا مفيش وجه مقارنه. انا وانت، وعشان برضه الناس ما تاخدش الكلام من صف الناس بيهاجم صحفيين ولا اعلاميين، ولا احنا بنشتغل عشان ايه؟ عشان نكسب فلوس ونربي عيالنا واولادنا. مظبوط. لما اخد 1,100,000 في السنه ولا اخد 10 مليون جنيه في السنه؟ ده انا ابيع ابويا وامي ما بيعش النادي الاهلي. يبقى بقى لا مبادئ ولا قيم. لا مبادئ. بص هذه الشماعه، يعني الشعارات دي شعارات في وجهه نظرك؟ انا واحد برضه مسؤول يقول لك مبادئ الاهلي واخلاق النادي الاهلي واخلاق نادي الزمالك ومبادئ وروح الفانيلا الحمراء شعارات الخضراء. ده كذب. شعارات قديمه من ايام التتش ومن ايامنا احنا اخر جيل نقول الكلام ده. لكن الاجيال السابقه والحاليه بكام؟ يعني انت رايك ان لا شعارات ولا قراءات ولا قيم ولا اخلاق ولا ايه؟ الرياضه ايه بقى؟ الرياضه فلوس، الرياضه بزنس، ومفيش لا قيم ولا لا قيم ولا بتاع ولا الكلام ده يا كابتن عزمي. بتتكلم في ايه؟ طب اسمح لي، في واحد صديقك على التليفون هنضحك على بعض.